الخلاصة ابتداء باللي طلع بنته في 6 ابتدائي تشتغل مقابل 100 جنيه علشان هو تعبان وبطنه وجعاه ومش قادر يشتغل، لكن هي البنت دي قادرة تشتغل وجسمها شايلها، تقدر تتحمل أعباء الشغل، وعندها من خبرات الحياة اللي يقدر يخليها تدافع عن نفسها وتحافظ على نفسها في وسط كل الهبل والعبث اللي احنا عايشين فيه ده. هي في 6 ابتدائي تقدر، لكن هو بطنه وجعاه يا عيني ما يقدرش، وفي الاخر يطلع لك حد يدافع عنه ويقول لك ايه، هو الفقير مش من حقه يتجوز ويخلف ولا ايه يا جماعه؟ لا طبعا يا فندم، من حقه يتجوز طالما لقى واحده تعيش معاه على البلاط وتاكل معاه عيش حاف، هو حر هو وهي. لكن طالما خلف هو مسؤول عن العيال اللي هو خلفها دي، لان الحيوانات بس هي اللي بتخلف وترضع وبعدين بقى تسرح العيال علشان تجيب رزقها. حيوانات بس، مفيش بني ادم بيعمل كده. بعد كده الست اللي طلعت طفل صغير من بيت راجل رجل والقبر، منظره يقرف، والناس هجمتها وقالت ازاي ست تتلفظ الالفاظ دي؟ ده احنا ما نقدرش نقول الالفاظ دي في اي وقت، مع اننا بنشوف في خناقات الشوارع وبنشوف في اختلافات حتى وجهات النظر كمية ألفاظ ما ينفعش ان هي تتقال، ولا في مراعاة ان في اطفال ولا ان في ستات موجودة ولا اي حاجة. لكن لما تطلع من واحدة ست في موقف زي ده يبقى ازاي، بغض النظر عن الموقف طبعا. وبعدين البنت اللي دخلت الحريقة علشان تحاول تعمل اي حاجة بغض النظر عن موقفها، طلعنا نقول هي ليه لابسة كده وليه راحت المول بالمنظر ده. نيجي بقى للاتنين اللي السوشيال ميديا اتقلبت علشانهم، وقعدنا نحلل في اللقاء بتاعهم ونتهم، وقعدنا نقول ده نرجسي، حرام، دي عايشة في عذاب، ده مش عارف ايه. ولنفرض ان هو نرجسي يا جماعة، ونرجسيته دي عجباها وخدماها في التوقيت ده، مهما قلتوا هي هتفضل مقتنعة بيه، ومعاها لما تبقى تكبر بقى وتفهم اذا كان نرجسي ولا مش نرجسي. وبعدين ما حدش ادى لأي حد الحق ان هو يتدخل في حياة حد بالشكل ده، ولدرجة ان هي تطلع وتدافع وتبرر وكل الكلام ده. واخيرا انا كمواطن عادي بحاول استخدم التكنولوجيا وبحاول اواكب العصر وبتاع، وبستخدم النت. ليه يطلع لي خبر 2 ستات بيتخانقوا على راجل؟ انا استفدت ايه من خبر زي ده؟ يعني العبث واصل للذروة، العبث واصل للذروة. خلاصة كل ده انه كل الناس بتتدخل في حياة كل الناس وسايبة حياتها بمشاكلها بكل حاجة، وعايزين بس يحللوا في حياة الناس وينشروا أخبار ملهاش أي لازمة وينظروا على بعض وكل الكلام ده. فخلاصة الكلام، أهلا بيك في الفوضى. سلام.